نبدأ الأول بالميثايل تكنو أفلام. والميثايل تكنو أفلام بيحتوي على مادة فعالة اسمها ميثايل كوبلامين بتركيز 1000 مايكروجرام، وده شكل من أشكال فيتامين بي 12، والميزة فيه إنه جاهز للاستخدام في الجسم من غير ما يحتاج يتنشط أو يتحول. الميثايل كوبلامين بيساعد على حماية الأعصاب وتحسين وظيفتها، وكمان ليه دور مهم في تكوين كريات الدم الحمراء والمحافظة على صحة الدماغ، وبيمتص من على اللسان، وده بيساعد الجسم يستفيد منه بشكل أسرع. طيب يا دكتور، إيه هي دواعي استعمال الميثايل تكنو أو بنوصفه لمين تحديدا؟ بنوصفه في حالات اعتلال الأعصاب الطرفية زي اللي بيحصل مع مرضى السكر اللي هو اعتلال الأعصاب السكري، أو مشاكل الشبكية اللي بسبب السكر أو ما يسمى باعتلال الشبكية السكري. والحالات دي بتكون مصاحبة بأعراض زي التنميل وحرقان في الأطراف وتقلصات في العضلات أو حتى إحساس غريب بالألم من أبسط حاجة. الميثايل كوبلامين بيساعد على تقليل الأعراض دي وتحسين وظيفة الأعصاب. كمان حالات فقر الدم الخبيث أو البرينيشوس أنيميا، حالات معينة ما ينفعش فيها استخدام الحقن أو الناس اللي عندهم صعوبة في بلع الأقراص، فالمسائل تكنو أفلام بيكون بديل مناسب وسهل الاستخدام تحت اللسان. الوقاية من مشاكل القلب والأوعية الدموية، لأن النقص بي 12 ممكن يرفع مستوى مادة اسمها هوموسيستين في الدم، ودي بتزود خطر الإصابة بأمراض القلب، فتعويض النقص ممكن يقلل من المخاطر دي. كمان بيستخدم لعلاج نقص فيتامين بي 12 سواء كان سببه نظام غذائي فقير زي النباتيين مثلا، أو مشاكل في الامتصاص من الأمعاء، أو حتى مع التقدم في السن. كمان بعد الجراحات في المعدة زي استئصال جزء من المعدة اللي ممكن يقلل من امتصاص بي 12، وبالتالي بيتم استخدام الشكل النشط منه لتعويض النقص بطريقة فعالة. طيب يا دكتور، إيه هي الآثار الجانبية اللي ممكن تحصل مع مثال تكنو أفلام أو أضراره بشكل عام؟ بشكل عام المثال تكنو أمان جدا، بس زيه زي أي دواء ممكن تظهر شوية أعراض جانبية عند بعض الناس، منها اضطرابات في الجهاز الهضمي زي غثيان بسيط، مغص خفيف، أو شعور بعدم الراحة في البطن. وأحيانا ممكن يحصل صداع مؤقت مع بداية الاستخدام، ونادرا جدا تحصل دوخة أو دوار، ودي بتكون غالبا في أول كام يوم من الاستخدام. كمان ممكن يسبب طفح جلدي أو حساسية بسيطة، وده في حالات نادرة جدا، وغالبا بيكون بسبب حساسية من المادة نفسها أو من المكونات التانية. حد يسألني هل في ناس ممنوعة من استعمال مثال تكنو أفلام أو إيه هي موانع استعماله؟ أول حاجة، في حالة إن عندك حساسية من أي مكون من مكونات الدواء. لو حصل قبل كده طفح جلدي، حكة، أو ضيق في النفس بعد استخدام الدواء، يبقى لازم تتجنبه. كمان الليبرز ديسيز أو مرض ليبر، وده مرض وراثي نادر جدا في العصب البصري، والمثال كوبلامين ممكن يسوء من الحالة، فلو في تاريخ عائلي أو إصابة بالمرض ده فممنوع استخدامه تماما. كمان ممنوع على الأطفال، لأن الدواء ده مش مخصص للأطفال إلا تحت إشراف طبي. وبالنسبة للحالة من الوضعات يقدروا يستخدموه عادي ويعتبر أمان، وإن كان الأفضل يكون تحت إشراف طبي. طيب إيه هي جرعة الميثايل تكنو أو نستخدمه إزاي؟ الجرعة بتكون فيلم واحد على اللسان مرة يوميا، وبناخد الفيلم ونخرجه من الغلاف بحرص، وتحطه على لسانك وتسيبه يدوب لوحده من غير ما تمضغه أو تبلعه. وبلاش تاكل أو تشرب حاجة لمدة دقيقة أو اتنين بعد ما يدوب عشان الجسم يمتصه كويس. طيب هل في بدائل بنفس المواد الفعالة زي الميثايل تكنو أفلام؟ أيوة طبعا، زي البي سويفت والنوفو كوبال، ولكن دول أقراص تحت اللسان مش أفلام.